أحد أئمة المساجد عندنا حافظ للقرآن، كيف هداه الله عز وجل؟ بعد نهاية الاختبارات النهائية والناس ينتظرون النتيجة في الفصل الثاني، كما يحدثني شخصيا أنا، يقول كنا جالسين على أحد الأرصفة، زملاء قاصين له جواز، كل شيء مجهز وراسم خيالات وصور للزانيات والفاجرات، والألبوم الأصدقاء مسعفينه بالصور، بتشوف فلانة وبتشوف فلانة وكل شيء مرتب، بس فقط ينتظر النتيجة والطائرة. لكن ربك سبحانه وتعالى قال جاءنا فلان، أعرفه من الأخوان فاضل، حتى اللحية كثيرة جدا، يقول سبحان الله العظيم لو كان الأمر بيدي في ذيك الجلسة على الرصيف لطردته. يعني أنا ما أحب المتدينين وشكل هذا عادها، يقول لحيتك كبير وزيادة بعد، لكن يقول كان في عقلاء أردت أن أتكلم قالوا اسكت، خلينا نشوف شو مطوع ايش عنده، يعني ما عندك أنت أدب، ما عندك مرجل، أنت رجال جايك ضيف على الأقل تكلمه، لو كافر شلون؟ وسبحان الله العظيم كأن الله مرسله لي. اي والله، يقول كنت أعيش أحلام وردية، متى بس متى أزف الآزفة، متى بتحين الطيران، بس كلها ساعات وفي أحضان العاهرات. يقول سبحان الله العظيم بدأ يتكلم، كنت كاره الحديثة لكن مسك خيوط قلبي تدريجيا، ثم تكلم عن الجنة، ثم عقد فصل عن الحور العين، ويرسم الحور العين، صفات الحور العين، وأنا جالس في الحور الطين العاهرات أتخيلهن وأعد النظر للصور وأتخيل، وهو الآن ينقلني إلى حور عين، حور مقصورات في الخيام، حور واسعات الأعين، شديد بياض شديد السواد، يرى مخ العظم داخل الساق، حور ويصف كأنهن بيض مكنون كاللؤلؤ المصون اللي ما على غبار ولا دسم، لؤلؤ فطري يتلألأ، يلا ويحلق ويجنح ويعود ويرسم، وأنا أبدأ أقارن. يقول ودعنا ولا زال حديثه يعيش في ذاكرتي. اعتذرت من الشلة ورحت بيتي وراجع حياتي كلها، لأنه مما قال إذا بلت في الحور الطين ربما تحرم من الحور العين، كما يحرم صاحب الخمرة من خمر الآخرة، وحرير الدنيا من حرير الآخرة، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكانت توبة هو الآن إمام مسجد يحفظ القرآن. بعد سنة أو سنتين أتاني الشخص نفسه التائب وجاب لي صورة لشقيقة، صورة فاضحة، وكنت لا أكفيكم أقول يا ويل هالشباب من كانوا يتفرجون على الصور، يا ويلهم يا قليب. صورة لشقيقة مع عاهرة لوها عارية أخف، في وضع مزري بشبه عارية. يقول أخي صح، أخي نصحته لكن أخوي صار مفسد، هو الرأي رأيك، الصورة بين يديك، تقول هيئات تشوفون لها طريقة. فكنا فترة نفكر مع الإخوان في الهيئة ماذا نعمل مع هذا الشخص، صورة خبيثة والله يا أخوان الذي لا إله إلا هو. تمر الأيام ويدبر له خطط لإيقاعه، لكن القدر يسبق، تجي أحداث الشيشان ويرى فيلما عن المجاهدين، وكان في خنادق الزنا واللواط، ورأى المجاهدين في خنادق ايش الجهاد، ورأى الأمة تذبح وتنحر، فثارت حميته وتحركت غيرته، كيف يليق بي أن أكون في هالخنادق القذرة وإخواني يرون الموت يدافعون عنا، هم سياج. بدأ إيش؟ وكانت هداية باندفاع. لاحظ، ألح على والديه يذهب إلى الجهاد، فأتى أخوه هذه المرة قال نبي منك خدمة، قال تذكر موضوع الصورة وأخوي يذكر، قال القضية الآن أخوي تحول إلى صورة أخرى، الآن أمي وأبوي يحلفون عليه ما يروح للجهاد وهو يبي يروح، نبيك تجي تقنعه
أنه الآن ما هو مناسب يروح، هو يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى التزام، يجرب نفسه. جئت إلى بيتهم وكانت صورته في ذاكرتي من خلال الصورة، والله يا أخواني أسترق النظرات إليه، كان بدأ زغب الشعر يطلع والأسنان تصفو والوجه بدأ يتلألأ، فكنت أنظر مرة له وراجع الصورة اللي في ذاكرتي أقول سبحان الذي يخرج الحي من الميت، سبحان الذي يخرج الحي من الميت. الآن الشاب عندنا في الخرج مواظب على دروس في الرياض ويحفظ القرآن ما شاء الله الآن، ومن خيرة الشباب، حتى أن مرة في سفرة طويلة بالسيارة أصر علي إلا أن نروح في سيارتي، قال يا أخي طالما بذلنا في سياراتنا أمور سيئة خلني يا أخي نكفر، تكفى يا أخي. وافق بسيط، قال لي والطلب الرخيص، يريد أن يكفر، يقول مشينا وبذلنا في الباطل، خلونا نبدأ في الحق شوي، خلونا نشعر أن عندنا قضية.